مرة أخرى المغرب كينظم حدث قاري إفريقي كيخسروا عليه ميزانية كبيرة وفلوس كبيرة وجهد كبير، وفي الآخر كيجيو دول اخرين وكياخدوا البطولة وسط بلادنا ووسط الجمهور ديالنا وفي البطولة اللي حنا منظمينها. المنتخب المغربي النسوي كيخسر أمام نيجيريا في بطولة كأس إفريقيا، وهذه المرة الثانية على التوالي اللي المنتخب النسوي كيخسر بطولة قارية في وسط بلادنا. في هذا الفيديو غادي نقول شي كلام اللي كاين بزاف اللي غادي يتفقوا معايا وبزاف اللي غادي يجيو ضدي. فقبل ما تبدا هذا الفيديو هذا بغيتك تخلي العاطفة جانبا وفكر معايا غير بعقلك وما تحكمش على هاد الهضره اللي غادي نقول في الفيديو حتى تكمل الفيديو من الاول حتى الاخر وتفهمو مزيان وتفهم الميساج اللي بغيت نوصل في هذا الفيديو هذا. وانا متاكد الا فهمتيني شنو بغيت نوصل في هذا الفيديو غادي تتفق معايا. وبلا ما نزيد نطول عليكم نتمنى الا كنتي مازال ما تابونيتيش تابونا وخلي معك واحد لايك ونبداو الفيديو ديالنا. نبداو اولا بالماتش ديال النهائي. الفريق اللي كنا لاعبين ضده هو منتخب نيجيريا، واحد من اقوى المنتخبات في الافريق، قويين من ناحيه اللاعبات اللي عندهم لاعبات كيلعبوا في اقوى الدوريات النسائيه في العالم، وعندهم جينات وبنيه جسديه اللي قويه بزاف، ولكن قويين حتى من ناحيه السلطه اللي عند نيجيريا في الكاف، وخصوصا من ناحيه الاعلام اللي الكاف كترعد من الاعلام ديال نيجيريا، وهذا الشيء غادي نرجعوا له من بعد بطبيعه الحال. نشوفوا دابا غير المباراه كيفاش كان في الماتش. المنتخب المغربي قدموا احسن شوط عندهم في هذه البطوله، كانوا مركزين بزاف دفاعيا وخصوصا هجوميا كانوا خارقين، خصوصا في الضغط العكسي اللي كانوا كيمارسوا على لاعبات نيجيريا، وهما اللي تسبوا لنا باش نماركيو زوج ديال الاهداف وكانوا اهداف واعرين، رغم ان نيجيريا كان اقوى دفاع في هذه النسخه وكانت وصلت للفينال بهدف واحد في الشباك ديالها. فالمغرب في ميطه وحده سجل عليها الدوبل ديال الاهداف اللي كانت تسجل عليها في البطوله كامله. نيجيريا في الميطه الاولى كانت غابره والمنتخب المغربي كان مسيطر، ولكن في الميطه الثانيه اللاعبات ديال المغرب نعسوه، ما عرفتش واش صحابهم واش صافي ضمنوا الفوز ولا ما نعرف، وهذا خطا كبير اللي كيتحملوا فيه لاعبات المنتخب المغربي المسؤوليه ديال الخساره. وفي طيله المسابقه كان المنتخب المغربي كيقدم ميطه زوينه وميطه اخرى كيكون عيان فيها. المنتخب النيجيري دور كره وجابوا الهدف الاول والثاني وكانوا اهداف اللي عاديين ما كاين لاش نبكيو عليهم زعما، ولكن من بعدها جا بيلانتي للمنتخب المغربي اللي كان غادي يعطينا الربح، بيلانتي اللي باين كيفاش ضربات في اليد ديال المدافعه ديال نيجيريا، والحكمه شافتها انها ضربه جزاء صحيحه وحسباتها، وحتى المنتخب المغربي غادي ينفذ ركله الجزاء، وبقدره قادر الفار كيغوت للحكمه، قالوا لها سيري تشيكي الخطا لانه فيه شي شكوك. اين شكوك الله اعلم، ركله جزاء واضحه وضوح الشمس. هذاك اللي جالس في اخر مقعد اللي كاين في المدرجات غادي يكون شاف البينالتي واضح. اولا اليد ديال اللاعبه النيجيريه ما كانتش لاصقه مع الجسد ديالها، كانت فوق الجسد ديالها، وشفنا كيفاش اليد ديال اللاعبه النيجيريه فاش ضربتها الكره ليدها مشات بالجهد للور، كون كانت لاصقه مع الجسد ديالها ما غاديش ترجع باللور بديك الطريقه، واللمسه ديالها كانت مؤثره بزاف للمنتخب المغربي لانها اولا كانت وسط مربع العمليات وكانت الكره متجهه للمرمى. اذا شنو اللي شافت الحكمه وما شفناش هنايا واللي خلاها تحيد البيلانتي انا بعدا والله ما عرفت. اذا الامور واضحه وضوح الشمس كيفاش المغرب تظلم تحكيميا في هذه المباراه وبلا بكا بلا والو، الامور واضحه بزاف. الحكمه ما حد غوتوا ليها الفار والا انهم بغاو يلغيو هذا البيلانتي، واوتوماتيكمون الا تلغى نيجيريا غادي تربح. علاش؟ لان هذه لعبه نفسيه كيديروها اللاعبات ديال المنتخب المغربي، حيتاش اللاعبات ديال المنتخب اول حاجه كيشوفوا بيلانتي واضح وتظلموا فيه وما عندهم ما يديروا، صافي الحكمه لغات هذا البيلانتي اللي كان غادي يعطيهم الفوز وغادي يربحهم اللقب، تبخر بطريقه ظالمه اخيب احساس كاين هو الظلم، وبهذا النفسيه ديالهم غادي تطيح بزاف اكثر مما هي طايحه بسبب التعادل اللي جاهم. باكونطخ اللاعبات ديال نيجيريا المعنويات ديالهم غادي تضرب في السقف، حيت شافوا راسهم انهم تزقلوا صافي كانوا غادي يتقصاو، ولكن الدوله ديالهم عاوناتهم، وكيفاش كانوا خاسرين ب2-0 في الميطه الاولى ودابا التعادل، فصافي المعنويات ديالهم غادي تكون مرتفعه بزاف واكيد غادي يسجلوا عليك هذا. ومره اخرى المغرب كينظم بطوله افريقيه في بلاده وكيخسر عليها فلوس وكيخسر عليها الجهد والباله، وفي الاخر كتجي دوله اخرى وكتاخذ البطوله وسط بلادها. ما عرفتش واش المنظمين ديال هاد البطولات وهاد الحفلات او اللي كيجيبوا هاد الحفلات والبطولات، سواء البطولات ديال كاس افريقيا ديال مختلف الاعمار ومختلف الاجناس، او حتى الحفلات ديال تسليم الجوائز بحال حفل تسليم الجائزه ديال الكره الذهبيه الافريقيه اللي زوج ديال المرات على التوالي تنظمات في المغرب، وزوج ديال المرات على التوالي تظلموا فيها لعابه مغاربه. ياسين بونو اللي كان دار سيزون خيالي
خياليه سواء مع ناديه اشبيليه ولا مع المنتخب المغربي في كاس العالم. داروا ليه عامره في خاويه وعطاوها الاوسيمين اللي نيجيري، ومن موراها اشرف حكيمي اللي كان دار سيزون خياليه مع ناديه باريس سان جيرمان ومع المنتخب المغربي في الاولمبياد، حتى هو داروا ليه عامره في خاويه وعطاوها لوكمان اللي حتى هو نيجيري. ودابا نيجيريا كتسرق كاس افريقيه للسيدات من المنتخب المغربي وفي وسط المغرب. حنا بعدا كجماهير مغربيه راه كنتفقصوا واش المسؤولين ما كيحسوش بينا، واش ما كيحسوش بحالنا. عقده الاجنبي في المغرب راه ما كايناش غير عند الشعب، راه كاينه حتى عند المسؤولين. اقسم بالله وقيلا المسؤولين كيجيبوا لورغازم ديالهم ملي كيشوفوا شي كحل الراس كيشكل المغرب. شكرا المغرب على الاستضافه ديالكم، والمغرب بلد جميل، وتسير ديك الشكر سير زيدو في راسك. تالي حنا غادي نبقاو بحال هكذا. تالي المغرب في الدوله اللي جات كتمسح فيه رجليها وتزيد. بزاف ديالكم غادي يجي واحد السؤال ديال علاش بالضبط نيجيريا اللي كيوقع لنا معاها هذا الشيء. ببساطه لان نيجيريا عندها واحد القوه كبيره في افريقيا خصوصا اعلاميا، وحنا في واحد الوقت الا كانت الدوله ديالك عندها اعلام قوي في المنطقه اوتوماتيكمون كتكون قوه في المنطقه وكتكون دوله عندها سلطه كبيره في المنطقه. وهذا الشيء اللي طاري لنا في افريقيا مع نيجيريا. عندها اكبر القنوات والاجهزه الاعلاميه في افريقيا، وعندهم صحفيون رياضيون معروفين على المستوى القاري، وعندهم مواقع صحفيه الكترونيه معروفه على المستوى العالمي. والكاف دائما كتبغي دير المزيان مع نيجيريا وكتخدم المصلحه ديال نيجيريا باش نيجيريا دائما تكون في القمه ويكونوا الانديه ديالها في القمه والمنتخب ديالها ايضا في القمه واللعابه ديالها ايضا. وهذا الشيء باش الاعلام النيجيري دائما يكون كيلمع الصوره ديال الكاف في العالم، وايضا باش ما يسلطش الضوء على الفساد اللي كتقوم به الكاف. حيتاش ديجا وقعوا بزاف ديال البلانات بين نيجيريا والكاف. كيفاش كانت نيجيريا غير كتحس براسها انها تظلمات كدير واحد الهجوم اعلامي كبير على الكاف، وفي الاخر الكاف هي اللي كتكون خاسره. ولا كنتي كتسول علاش الصحافه ديال نيجيريا قويه، ببساطه لانهم كيكتبوا بالانجليزيه وكيتكلموا بالانجليزيه. فهنا كنستنتجوا ان الاعلام واحد الحاجه اللي مهمه بزاف في الوقت ديالنا الحالي وخاصنا نخدموا عليها. ولكن مع الاسف الاعلام ديالنا ضعيف وضعيف بزاف، واصلا اعلام اللي كيتبع غير الخرافات وكيتبع غير الشوهه. فين ما كانت شي فضيحه كيمشي عندها وكيصورها ولا كيكتب عليها. وفي هذا البلان نيت ديال كاس افريقيه للسيدات ما كتلقاهمش كاع كيكتبوا عليه، كتلقى غير الدراري بحالي انا اللي عندهم قنوات في اليوتيوب ولا اللي عندهم حسابات في تيك توك هما اللي كيخرجوا وكيدويو. وفاش كتفكر مزيان كتقول الحمد لله الصحافه ديالنا ما عندهاش واحد القوه في العالم، لان بديك الاخبار اللي كيحطوه راه غير غادي يشوهونا في العالم الصراحه. فدابا غير يقولوا لي سبب واحد اللي غادي تخلي الكاف تجي مع المغرب او لا ما تجيش مع المغرب، غير ما تظلموش تكون محايده. الاعلام ديال المغرب ضعيف بزاف وما مسوقش، هو خايظلموا المغرب عارفين راه ما غيوقع والو، صافي غادي دوز سيمانه وغادي اطفى الشمع. واكثر من هذا الشيء حتى المسؤولين ما المسؤولين على كرة القدم ديال المغرب ما كيدويوش، فخا كيكون شي ظلم بحال هكذا وبالعكس كيلحسوا الكاف. اسف على هذه المصطلحات ولكن راه صافي وصلت بينا العظم. كيفاش انت اللعابه ديالك تظلموا ما مره ما جوج في حفل تسليم الكره الذهبيه الافريقيه، ومع ذلك انت كل عام كتبغي تعاود تنظم حفل تسليم الجوائز، وفين ما كانت شي دوله افريقيه ما عندهاش تيرانات ما عندها فين تلعب كتصيفط لك الكاف كتقول لها عافاك يصادفي هاد المنتخبات هادو وانت كتقولي لها مرحبا دخلوا نوجد لها تيرانات ونعطيها احسن تنظيم ونخسر من فلوسي باش الكاف. وفي الاخر الكاف كتجي ضدي بلاد بلا عساس، اللي جاي يدخل ليها اللي جاي يلعب فيها اللي جاي يمسح فيها رجليه ويزيد. كاس افريقيه ديال الرجال اللي غادي تلعب في الاخر ديال هذا العام، بزاف ديال المغاربه عندهم واحد الامل كبير باش اننا ناخذوها بحجه اننا لاعبين في بلادنا والجماهير دايرين بينا والاراضي ديالنا والتيرانات ديالنا والجو زوين. انا وواحد العشرة ديال الناس اللي متشائمين في هذه البطوله هذه، عندي واحد التشاؤم كبير وما كنتسناش المغرب يدير شي حاجه في هذه القاره السعيده. ماشي حيتاش انا متشائم، ولكن حيتاش دازو بزاف ديال البلانات على المغرب اللي خلاوني نبدا نفكر بهذه الطريقه. وكاع دوك الناس اللي متفائلين هما دوك المغاربه اللي يلاه عرفوا المنتخب المغربي في مونديال قطر. كان هذا هو الراي ديالي فيما يتعلق بهذا الموضوع. انت كتب لي الراي ديالك في التعاليق، واش عندك نفس وجهه النظر ديالي او لا مختلف معايا؟ صندوق التعاليق مفتوح للجميع. شكرا جزيلا على المتابعه ونتلاقاو في مقطع قادم.